السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زيد، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. لنتحدث عن المستجد الذي يخص هذه المرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. إذن فكما لا يخفى على الجميع أن هذه التنسيقية خاضت إضرابا وطنيا هذا الأسبوع لمدته 3 أيام، يعني ردا على اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات في حق مجموعة من الأساتذة الذين طبعا ينتمون لهذه التنسيقية، والذين يقاطعون منظومة مسار كباقي التنسيقيات الأخرى. يعني ليست التنسيقية الوحيدة التي تخوض هذا يعني مقاطعة مسار، وإنما كانت هناك تنسيقيات أخرى، تنسيقية المقصيين من خارج السلم، وكذلك الزنزانة 10، إلا أن هذين الأخيرين يعني قرر إلغاء هذه الخطوة ومسك النقط، فيما استمرت تنسيقية يعني الوطنية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في خطوتها النضالية في مقاطعة نقاط مسار. ووجهت رسالة أيضا لأولياء التلاميذ والتلميذات توضح على أنها يعني هذه المعركة وهذه الخطوة النضالية وهذا الاحتجاج هي خطوة نضالية، يعني لتحتج ولتطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية. يعني كل هذا أصدقائي دفع أيضا تنسيقية لخوض إضراب وطني جديد، أو إن صح التعبير لتمديد الإضراب الذي خاضته الأسبوع. هو كما قالت في بيانها على أنه الإيقاف المؤقت للأساتذة يعني في مجموعة من الأقاليم أجج الوضعية. وقلتها في فيديو سابق، قلت على أنها هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة قد يعني تسارع وقد تصعد من هذه الأزمة. وها نحن الآن أمام تمديد الإضراب ل3 أيام أخرى، نتحدث عن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين. وبالتالي كما أنها احتفظت لنفسها بالحق في التمديد في هذا الإضراب، وكل هذا يعني من شأنه أن يعني يمس بالزمن المدرسي المتعلم. وهنا لا بد أن نوضح، وقد قلتها أيضا مرارا وتكرارا، على أن الوزارة يجب أن تجلس، يجب أن تتخذ إجراءات أخرى، أسلوب حوار، أسلوب بناء، الجلوس على الطاولة، مناقشة هذه الأمور، حتى يعني نجد الحلول الكفيلة بإخماد هذه يعني هذا التصاعد وهذه الأزمة التي يعني نحن الآن في خضمها كما نقول. وبالتالي أصدقائي نتمنى إن شاء الله تعالى كالعادة أن يعود الاستقرار للمنظومة التعليمية، وأن يتم إيجاد الحلول، لأن إن لم نجد الحلول جذرية، نتحدث عن حلول جذرية لهذه الملفات، لا يمكن أن نتحدث عن يعني إنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الإضرابات وإنهاء هذه الاحتجاجات لأن كل فئة على حدة تناضل من أجل يعني مجموعة من الحقوق. يعني لكل فئة على حدة. نتحدث عن المقسيم من خارج السلم الذين يعني يريدون ويطالبون بخارج السلم بأثر رجعي مادي. نتحدث أيضا عن يعني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والذين يبحثون بدورهم عن الإدماج في الوظيفة العمومية. نتحدث عن باقي الفئات التي لها أيضا حقوقها، والتي نتمنى أن تحصل على حقها الكامل، وأن يتم تسوية هذه الملفات بصفة نهائية. إذن تنسيقية المفروض عليهم التعاقد تخرج بإضراب جديد وتمدد، ونتمنى إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة القليلة المقبلة أن نتمنى خبرا جميلا إن شاء الله تعالى، وأن يعني يتم تسوية هذه الملفات، وأن يتم حلها بصفة تامة وبصفة جذرية، حتى لا تعود هذه الاحتجاجات. حتى كل يوم نسمع يعني عن احتجاج لفئة من الفئات، هذا صراحة يحز في النفس. يعني هذا الأمور تحز في النفس، لأن المنظومة التربوية لحد الآن فيها مجموعة من المشاكل، وفيها مجموعة من الإكراهات التي وجب يعني وضع، أقولها مرارا وتكرارا، وضع حلول
يعني بصفة تامة وبصفة دائمة، حتى لا تعود هذه الاحتجاجات. كل مرة نسمع، لأن من سنوات وقطاع التعليم يعاني هذه الأزمات وهذه الإكراهات. وبالتالي أظن على أنه يعني وجب على السيد الوزير ومن معه أن يجلسوا ويحاوروا كل هذه الفئات، كل فئة على حدة، وكذلك النقابات الأكثر تمثيلية، وأن يجدوا الحلول الكفيلة ب يعني إرجاع الأوضاع لما كانت عليه في سابقها. لأن لما نتحدث عن تطور المنظومة التربوية لابد وأن نهتم بالزد البشري، وهذا طبعا بالزاد البشري، وهذا ما تحدث عنه لا وزير لا وزير التربية الوطنية ولا رئيس الحكومة ولا الكل، يعني يقول على أنه لا مجال للتطور إلا بالاهتمام بالزاد البشري. والزاد البشري هنا نتحدث عن الأساتذة، نتحدث عن الشعلة. وبالتالي وجب إن شاء الله تعالى إيجاد الحلول ليعود الاستقرار إن شاء الله تعالى. إذا أصدقائي، إلى لقاء قريب، أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.